من فضلك عايزة ملوخية لونها تركواز. تركواز؟ قصدك خضرة. خضرة يا بيه. ايوه هي دي. عايز كام؟ خلي المرة دي علينا احنا. لا كتر خيرك. 15 قرش وحسب انت. طب خد. سعيدة. يا خرابي، بيجيبوهم من ايوه حتة دول بس. بكام كيلو الملوخية يا معلم؟ 25 قرش ومش هبيع. الله، مش قايل لك 100 مرة ما تضربش الجرس بالطريقة دي؟ ما ترد على ابوك يا واد. اصل يا ماما. لا اصل ولا فصل. غير كده انا مش منبه عليك ما تجريش جوه البيت. اقل ما فيها تقع تنكسر رقبتك. محمد سيبيني يا سميحة ارجوكي، سيبيني اربيه، ما تتدخليش لما اكلمه. حاضر. ثم يعني ايه السبب في الغغة اللي انت عاملها دي؟ انا نجحت يا بابا، شوف الشهاده اهي. نجحت؟ والشهاده اهي، شوف حضرتك الدرجات اللي اخدتها. وانت مش عايز تنجح يا سي بلبل؟ وايه يعني يا اخي نجحت؟ جبت الدب من ديله يا خي. امال كنت عايز تسقط بعد سهر الليالي اللي سهرت وياك واعصابنا اللي باظت ايام الامتحانات بتاعتك. طب ما هو عشان كده انا جاي افرحكم. جاي تفرحنا ولا جاي تطلب حاجة؟ حاجه ايه؟ ايه زي كل مره، يا هديه يا زياده في المصروف. انت ما تفتحش بقك. ما هو انا عايز اقول. ما تقولش حاجة، انا ما عنديش بند للهدايا ولا للمصروف الزيادة. كفايه طلبات الشهر ده اخوك مصطفى لسه جايبين له عجله الجمعه اللي فاتت. وما عنديش استعداد لاي طلبات بعد كده. لا يا محمد لا، انت ناسي ولا ايه؟ ناسي ايه يا سميحة؟ حفله عيد ميلاد مصطفى. مالها حفلة عيد ميلاد مصطفى؟ حد جاب سيرتها؟ لا اصلك بتسبق وتقول مفيش اي طلبات بعد كده. لا الا درش. ايوه كده، ده اخر العنقود. الله، عنقود ايه يا سميحة؟ دول هم 2، نبيل ومصطفى، ما يعملوش عنقود ولا حاجة. يعني ايه؟ يعني مصطفى بالذات حاجه تانية، ما شفتوش الا بعد عذاب. يا ستي ما قلناش حاجة، طلبات مصطفى على العين والراس. الله، هو نبيل فين؟ يظهر انه دخل جوه. انا قايمه بقى. رايحة فين؟ اشوف مصطفى، لا يكون عايز حاجه كده ولا كده. طب اعملي لي فنجان قهوة وحياة ابوك. اشوف الواد الاول. طيب بس ما تنسيش زي كل مرة. كل سنة وانتم طيبين جميعا. وانت طيب يا سامي. يلا يا درش، يلا يا حبيبي عشان عمك سامي مستعجل على التورته. اي والله يا ابو حميد. لكن الله، فين بلبل؟ الله، ايوه صحيح، فين نبيل يا سميحة؟ جوه في اوضه الولاد. لسه بيلبس، مفروض يكون جاهز من الصبح. هو دايما كده ماشي على مبدأ خالف تعرف. ابدا يا محمد، نبيل تعبان شويه. ايه تعبان؟ تعبان من ايه؟ عنده مغص في مصارينه وماسك بطنه بايده وعمال يتلوى. اديله نقط المغص يا ستي. خدها وبرضه مفيش فايده. وبعدين في العكننه دي ده وقته. هو بكيفه يا محمد. اوعى كده لما اروح له اشوف ايه حكايته. هتعمل ايه؟ هجيبه غصب عنه. طيب خدي معاك اطمن عليه. خليك انت، عشان مصطفى ما لقيناش كلنا سيبناه لوحده. ما هو انا موجوده معاه. روح يا سامي روح. طيب حاضر. خليك حنين شويه يا محمد. الله، يعني حضرتك مش هتكتب له علاج؟ النهارده لا، انما الزياره اللي جايه ان شاء الله. والسبب يا دكتور؟ مفيش حاله واضحه قدامي يا استاذ محمد. كل اللي بيشكي منه ابنك شويه مغص وبقى لهم فتره. فعلا كل شويه يروحوا ويجوا، انما كان بيستريح على النقط، دلوقتي ابدا. ده ورانا امبارح ليله سودة. النقط مسكن لا اكتر ولا اقل، انما العلاج هو اللي هيحسم الحاله وهيريح نبيل من المغص تماما. واشمعنى مش هتحسب له علاج الا الزياره اللي جايه؟ لاني هطلب شويه تحاليل وفحوص عشان نقدر نحدد سبب المغص المتكرر ده، واذا حددنا سببه قدرنا نوصل لعلاجه بسهوله. ومن هنا لوقت ما تظهر نتائج الفحوصات اللي حضرتك بتقول عليها مش هيتعاطى اي علاج؟ تعال يا بلبل اقعد. نبيل هيلزمه فقط راحه في البيت. ما يروحش المدرسه لمده 3 ايام على الاقل. لا لا يمكن، لا يمكن. ايه ده يا ولد؟ انا اسف يا بابا، انا اصلي عاوز اروح المدرسه. يظهر انك ولد مجتهد وبتحب الدراسه فعلا. لا ما تتغرش حضرتك، ده لعبي قوي، وعايز يروح المدرسه مخصوص عشان يمارس العفرطه اللي ما يقدرش يمارسها في البيت.